لو عاوزة تعملي شوية لحمة كده زي بتوع زمان، تكون الشوربة بتاعتهم رايقة وتكون كده حاجة فوق الخيال زي اللي انت شايفاها دي كده، تعالي معايا. مقادير بسيطة موجودة في قلب البيت، هتعملي أحلى شوربة رايقة وصافية وأحلى حتة لحمة هتاكليها. كل اللي محتاجاه منك تكملي الفيديو معايا لحد الآخر عشان تعرفي عملنا الحلاوة دي ازاي. بصي يا ست الناس، هنا انا كان عندي اللحمه بتاعتي، جبتها غسلتها كويس قوي تحت الحنفيه. وبعد ما غسلتها زي ما انت شايفه كده، بتجيبي الحله بتاعتك وتنزليها واحده واحده في الحله. مش طالبه منك حاجه اكتر من كده، بتغسلي اللحمه تحطيها في الحله زي ما انت شايفه كده. مقاديرنا ايه اللي انت هتحطيها في الحله؟ 3 حاجات بس. هتحطي وحدتين حبهان او 3، يعني انا حطيت واحده كمان. بتحطي ورقتين 2 لوري، عايزة تحطي 3 بتحطي 3 حبة فلفل اسود، مش كتير يعني، ما بتكتريش عشان ما تغمقش معاك الشوربة. بعد كده على الكيلو اللحمة بتاعك ده بتحطي فصين 2 مستكة، بتحطيهم في قلب الحلة. تاخدي بقى الحلة بتاعتك زي ما انت شايفاها كده وهتحطيها على النار، بتديها صدمة. يعني عايزة اللون البني اللي موجود في قلب الحلة ده كده زي ما انا بوريهولك كده يبقى موجود، اللي هو لسعة خفيفة خالص. بصي، بتقفلي بيها مسام اللحمة، يعني اقفلي مسام اللحمة كلها زي ما انت شايفة كده، واديها لسعة خفيفة خالص في قلب الحلة من تحت عشان تدينا اللون الحلو بتاع الشرب. بعد كده بتزودي المية بتاعتك وبتروحي تحطيها على البوتاجاز زي ما انت شايفة كده. اول ما بتغلي غلوتين 3 معاكي بتقومي موطية على اللحمة وتسيبيها بقى تتشكشك مع بعض وتبقى بالجمال اللي انت شايفاه دوت، وبتوطي عليها زي ما انا قلتلك. بصي هقولك على حاجة، بلاش ابعدي بعد تام عن اي اطعمة بتزوديها على اللحمة، ممكن تخليلك اللحمة في حتة تانية خالص. اللحمة وخصوصا لما بتكون بلدي بنبقى عايزينها بطعمها، يعني مش عايزين حاجة تغير طعمها. خليكي عارفة انها بتتعامل معاملة غير اللحمة المستوردة، يعني اللحمة المستوردة بتتعامل معاملة وهي بتتعامل معاملة تانية خالص. اللحمة المستوردة ليها برضو طريقة في السلق، هبقى اجيبها لك واوريكي بنسلقها ازاي عشان ناخد برضو شوربة منها زي اللي انت شايفاها دي وتاكلي برضو حتة لحمة حلوة. بس انا مش عايزاكي تضيفي في اي نكهات، تضيفي في اي توابل بتعمليها على اللحمة عشان تاخدي شوية شوربة تعرفي تشربيهم، عشان ما تغيريش طعم حتة اللحمة نفسها. لا، احنا عايزين ناكل حتة اللحمة بطعمها صافية كده من غير اي اضافات. صدقيني والله العظيم، والله اي نكهات هتضيفيها على اللحمة هتغير لك طعم اللحمة خالص. فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزين نشربها طعم اللحمة البلدي بطعم زمان. فما تضيفيش اي اضافات خالص على اللحم. ولو انتي لسه بتقطعي خضار عليها، لا ما تقطعيش، جربيها كده والله ما هتندمي، هتاكلي حتة لحم تحفة كده ملهاش حل. مش عايزة اقولك عاملة ازاي، زي ما انت شايفة كده بالظبط، يعني حاجة كده خيال، بدوب كده في البق، بتدوب كده في البق من حلاوتها ومن جمالها. لو وصلت بقى لاخر الفيديو والفيديو عجبك، متنسيش بقى دعوة حلوة ولايك واشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد.